السلام عليكم. اخباركم ايه؟ تخيل معايا مشهد كده. واحد راجع لمامته قال لها انا طلقت مراتي. فالام اتفزعت. انت بتقول ايه؟ قال لها ليه عملت؟ قال لها طلقتها. قالت له ليه عملت كده؟ طب والعيال؟ البيت؟ ازاي؟ بص لها باستغراب كده وقال لها هو مش انت اللي بقالك سنين عماله تقولي لي انها مش نافعه؟ مش انت اللي بقالك سنين وعماله تقولي انها مش عارفه تربي ولا عارفه تطبخ ولا مهتمه بيا؟ الام سكتت شويه كده وقالت له ايوه بس انا ما كانش قصدي ان انت تطلقها. فرد قال لها طب ده الكلام ده كان امتى؟ بعد ما كرهتها؟ كرهتيني فيها؟ كنت مستنيه ايه اللي يحصل يعني؟ بصوا، انا عارف ان الحلقه دي هتثير الجدل شويه، زي ما علي الشورت اللي قبلها ده برضه عمل نفس القصه. اوه، وعارف ان في ناس زعلت، بس الحقيقه ان في حاجات لازم تتقال، حاجات لازم نفهمها. والاهم ان الحلقه دي مش عن الامهات بس زي ما الناس فاكره، دي عن الاب والام. ماشي؟ لان الموضوع بيظهر عند الامهات اكتر، هنركز عليهم اكتر، بس في نقطه في الاخر كده هتبين لك ان في مربط فرس عند الراجل، هنرجع له. تعالوا نرجع سنين لورا كده ونحكي الحكايه. سنه 150 هجريا تقريبا كانت في ارمله فقيره قوي، جوزها مات وكان ملهاش حد في الدنيا غير ابنها الصغير. لا اخوات ولا سند ولا حد بيسأل عنها ولا قرايب ولا اي حاجه خالص. مفيش حد تعتمد عليه، قادره هي تجيب مصدر دخل ولا اي حاجه. الولد ده كان كل حياتها، كل املها، كل مستقبلها، كل ما تملك. ولو الولد ده خرج من البيت هيبقى البيت فاضي، الحياه فاضيه، وقلبها هيبقى فاضي كمان. هي منطقيا كانت المفروض تتمسك بالولد ده وتخليه جنبها وتقول له خليك معايا انا محتاجالك. لكن اللي حصل كان العكس تماما. لما اكتشفت ان مستقبله كان بعيد عن المكان اللي هي فيه، قالت له روح، سافر، اتعلم. وهنا نقطة مهمة، هي الثقة دي جايباها منين؟ هي غالبا الثقة دي جاية لها من ان هي ربته كويس، ربته يعني ايه بر ام، يعني ايه بر اب، فهي عارفة ان هو هيرجع. ودي نقطة مهمة نحط عليها 100 خط. لما تربوا ابنكم صح هيبركم طبيعي مهما بعد. نرجع تاني للقصة. راح، سافر، اتعلم، وبقى الراجل اللي هي تتمنى ان هي تشوفه. بس سنة الحياة كده، عشان يبقى الراجل اللي هي تشوفه تعجب بيه وتتفاخر بيه لازم يكون بعيد عنها. عارفين الولد ده كان مين؟ كان الإمام الشافعي، واحد من أعظم علماء المسلمين في التاريخ، كلنا عارفين. لكن قليل قوي اللي بيتكلم عن الأم وقد إيه الأم دي ضحت بكل حاجة عندها عشان ابنها يقف على رجله. يمكن هنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم، لو ده هو النموذج بتاع الأم اللي بتحب ابنها بصدق، إيه اللي بيخلي أحيانا بعض الأمهات تعمل العكس؟ يعني ليه أم مثلا هتزعل من جواز ابنها؟ أو ليه تزعل من استقلال بنتها أو جواز بنتها؟ أو إن ولادها أو بناتها يعني بالمناسبة ينجحوا بعيد عنها؟ هو الحقيقة إن الموضوع مش بسيط أوي كده. يعني الموضوع مش زي ما الناس فاهمة إن هو بس يعني ست بتغير على أولادها وبتاع، ده تسطيح جدا للأمور بشكل غير طبيعي. العلم بيقول إن في علاقة بين الأم وجنينها، العلاقة دي أصلا مش علاقة عادية. ليه بقى؟ لأن أثناء الحمل في بعض الخلايا بتنتقل من الأم للجسم، من سوري، بتنتقل من الجنين لجسم الأم. فلما لما تيجي أم تقول لك ده ابني حتة مني، ده مش مجازا، دي حقيقة. الملفت بقى إن الخلايا دي بتقعد في جسم الأم من 20 ل 30 سنة. يعني من 20 ل 30 سنة هي حاسة بطريقة ما أو بأخرى إن ابنها اللي هو جزء منها ده لسه جواها. طيب، فوق ده كله كمان العلماء اكتشفوا ايه بقى؟ ان دماغ الام نفسه بيتغير بعد الولادة. يعني مناطق كاملة جوه دماغ الام ترتبط بالحماية والانتباه والخوف
بتشتغل بشكل مختلف. ربنا خلق الام عشان تحمي، هي متبرمجه على الحمايه، متبرمجه على الرعايه، متبرمجه انها تقلق، وده شيء جميل اكشلي ضروري جدا عشان تقدر تحمي ابنها وابنها يكبر. بس قبل ما ندخل في حته ان الموضوع ده لو زاد عن حده يقلب ضده، في نقطه هنا مهمه. هي الست اصلا تفكر ازاي؟ شوف، الست في الاساس تبقى عايزه اول حاجه راجل عشان تتجوز وتخلف. يبقى الراجل هنا ايه بالنسبه لها؟ هو درجه عشان تقدر تجيب منه ولاد، اللي هي بيولوجيا ربنا خلقها عشان كده. تاني نقطه، هي عايزه الراجل اللي يأمن لولادها العيشه اللي هي عايزاها. فانت لما تيجي تفتكر اصل الست دي ماديه، الست دي مش عارف ايه، انت لازم ترجع لورا خطوه كده وتقعد تفكر هي بتفكر في الفلوس دي ليها ولا لولادها. عشان هي لو لولادها هي كده مش ماديه، هي بس بتحاول تأمنهم قدر المستطاع. وهنا لازم تاخد بالك من نقطة مهمة. الست ربنا خلقها تعمل اللي تقدر عليه عشان تحمي ولادها ايا كان، مش في بني ادمين بس. بص على الكلب، بص على القطة، بص اي حيوان ربنا خلقه كده. يمكن سبب من اسباب تضاد الراجل والست في الفكر ان الست بتفكر في كل حاجة في دنيتها من دايرة المشاعر، من دايرة الحب والاهتمام بمين؟ بولادها. الراجل دايما بيفكر من نقطة العقلانية. الراجل دايما بيفكر ان الولاد دول هيبقوا في الشارع بعد كده، هيعيشوا لوحدهم، مفيش ام تطبطب، مفيش اب يدادي اساسا، ده لو عاشوا لهم، وبالتالي هم لازم يتعلموا يواجهوا الحياة. الكونسبت ده اصلا مش موجود عند الام. يعني الكونسبت ده بتاع انه الام مش هتبقى موجودة عشان تحمي عيالها، هي مش ما تقدرش تفكر فيه، لان لما تفكر فيه بيجي لها رعب. بس السؤال هنا بقى، هل ده يعتبر انانية؟ لا، الحقيقة ده خوف. يعني لو انت بصيت على ام ارملة او مطلقة او عاشت سنين طويلة من غير شعور بالامان، هتلاقيها بشكل لا واعي ولادها بالنسبة لها هم دول مصدر الامان، هم دول التعويض، هم دول السند. ماشي، فهتبدأ الام تتمسك بيهم اكتر واكتر. هي مقتنعة انها بتحبهم، بس الحب ده اختلط بالخوف، اختلط بفكرة طب هم لما يمشوا انا هعمل ايه، والرعاية اختلط بالاحتياج. طب ما هنا دي مشكلة كبيرة. عامل زي الدب ده اللي كان متربي مع صاحبه، فالدب ده كان بيحب صاحبه جدا، فلقى دبانه وقفت على مناخيره، راح جاب طوبه قام دببها على مناخير صاحبه، قتله. هو قتله وهو مش عايز يقتله، هو كان عايز يحميه. طبعا مش عايز احكي لك، انتوا اكيد سمعتوا واكيد عارفين ياما قصص ولاد طلقوا عشان امهاتهم، وياما قصص بنات اتطلقت عشان امهاتهم. المشكله كمان ان الام بتتصدم بعد كده، يعني هي الام نفسها اللي كانت سبب تبقاش عايزه كده، هي بتبقاش عايزه تاذي ابنها، بس هي ولا عايزه تاذي بنتها، هي اصلا متبرمجه عشان حمايته. بس هي من كتر ما بتبقى اوفر بروتكتيف، ومن كتر ما هي بتخش ديب في الموضوع، بينتج عنه انه ابنها او بنتها يمروا باسوأ فترات حياته. وعي، حتى الطبيعه بتقول كده. يعني انت لو بصيت مثلا على العصافير، طيور، تلاقي العصفوره الام تقعد تربي تربي تربي، وبعد كده تقعد تزق ابنها من العش عشان يطير ويمشي، لانه لو ما طارش ومشي هيعيا ويموت. على طبيعه الدنيا، انت مش بتربي ليك، انت بتربي لغيرك. ودي الكلمه اللي بتزعل الناس، انت مش بتربي ليك. كل واحد فينا ابوه وامه ربوه عشان يتجوز ويعمل بيت تاني، ودي سنه الحياه. ده الواقع، ده الواقع اللي احنا اوقات مش يعني خلق الكون كده، ربنا خلق الكون كده. انا قلت لك في اول حلقه ان الكلمه دي مش عن الامهات بس، الكلمه دي عن الفيديو ده عن الابهات كمان. لان احنا لو افترضنا ان في جزء كبير من الامهات المطلقات او الارامل بيخافوا على عيالهم بشكل رهيب لان هم شايفين ان فيهم العوض، في احتمال كبير ان لما تكون الست دي متجوزه معناها ان هي مش شعره بالامان مع جوزها.
عشان كده بتحاول قدر الامكان تأمن نفسها مع ولادها. ودي نقطة مهمة، الراجل لازم يفكر فيها ويدورها في دماغه كده كويس قوي 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 قوي. الحب لما بيزيد عن حجمه بيقلب ضده زي اي حاجة في الدنيا. بس الاب هنا لازم يكون ميزان. لما يكون حاسس ان الام اوفر بروتكتيف او بتحب ابنها بزياده، لازم يحاول يحجم دورها. او هو مش هيقدر يحجمه كده كده يعني، بس على الاقل يحاول يفهمها ان هي لازم تقلل من خوفها، ماشي، ويرجع لحجمه الطبيعي، ماشي. لان التعلق الزياده ده هيعمل مشكله للولاد، والحقيقه ان المشكله دي هتيجي على دماغها وعلى دماغ الاب، مش هتيجي على دماغ حد تاني. وهو طبعا يعني الابن او البنت، يعني هي البنت لما تتطلق، هي مين اللي هيشيل همها؟ ما ابوه وامه بعيالهم. الابن لما يطلق ويبقى عنده عيال، مين اللي هيشيل همه وهيقعد يقول يا عيني ابني قاعد لوحده، يا عيني اصله ابني ما بيشوفش عياله، يا عيني اصل مش عارف ايه؟ طب ما هو مين اللي هيشيل الهم؟ الاب والام برضه. بس انت من كتر ما انت الام بتحاول تبقى اوفر بروتكتيف، مش بتتخيل ان هي ممكن بسبب ان هي اوفر بروتكتيف بتدمر حياه ابنها. الملفت للنظر بقى ان لو البنت او الولد دول جم اتجوزوا جوازه تانيه بقى، ايه اللي هيحصل بقى؟ الام هتغالب هتوافق على تلات ارباع الحاجات اللي هي كانت معترضه عليها في الجوازه الاولانيه. طب ما كنت وافقتي من الاول، ما هو كان لازم نوصل للمرحله دي. وطبعا على سكيلز مختلفه، بس انت هتلاقي كل الستات بتعمل كده. الاخت، الام، الزوجه، ماشي، هم دي ار اوفر بروتكتيف، ماشي. بيتفاوت الليفلز حسب الثقافه، حسب العلم، حسب الدين، حسب الادراك، بس في الاخر هم كلهم نفس القصه. واحنا هنا مش بنقول ان الاشتياق غلط، ولا بنقول ان الخوف غلط، كل ده طبيعي جدا. لكن في فرق بين ان ام تقول وحشتني وام تقول ما تسيبنيش، فرق كبير جدا. في فرق تكون ان الام ملجأ او تكون قيد، فرق كبير بين حضن وحب يمنع ان انت تطير او تمشي. يعني سبحان الله، يعني يقول لك انه الست خلقت من ضلع اعوج، فكان الناس تقول لك ده اعوج اعوج، يعني هي الست اساسا ما بتفكرش كويس. هو مش دي الحقيقه، هي ان الضلع الاعوج جاي من الترقوه دي، ماشي. الترقوه دي اللي هي دي اقوى عظمه في الجسم بالمناسبه، دي هي اللي بتحمي القلب. تحمي مين؟ القلب. كل المشاعر وكل الحاجات جايه منين؟ من الحته دي. وده دور الست، حمايه. هنا بنتكلم على حمايه ايه؟ عاطفيه، حمايه مشاعر. ها، مش بنتكلم على حمايه جسديه ولا توفير فلوس ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، لا. بنتكلم على حمايه عاطفيه بالمقام الاول. تمام. يمكن بس هي النقطه الاخيره عايز اتكلم فيها، بس هي هل الدين اتكلم في الموضوع ده؟ اه طبعا اتكلم في الموضوع. اه طبعا الدين اتكلم في الموضوع ده. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني إيه تسكنوا إليها؟ يعني إن في مرحلة معينة الإنسان بينتقل طبيعي ليبني بيت جديد وأسرة جديدة وحياة جديدة هيسكن فيها، مش الحياة بتاعت أمه وأبوه. الراجل لو ما كانش قادر يحتوي الست ويشعرها بالأمان، يعني عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة. ربنا قال: من آياته أن يخلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، من أنفسكم، منكم أزواجا، ولادكم، مش من أمهاتكم، مش من أبهاتكم، من أنفسكم أزواجا. عشان نقفل الحلقة، السؤال الأهم: لو ابنك سافر، بنتك سافرت، فكر فيها كده بالليل، هتفرح ولا هتبقى متضايق؟ هيبقى في شعور جواك غير الاشتياق؟ لو عندك شعور تاني جواك غير الاشتياق، فاحنا عندنا مشكلة. أبويا قال لي مرة: أصعب أنواع الحب هو الحب اللي أنت بتبقى عارف إن في لحظة معينة أنت لازم تسيبه. السلام عليكم.